عبد الله والموعد مع إسلام ستارة الدوري المغربي في نسخته الاحترافية الأولى. مباراة الحقيقة، مباراة معرفة من سيتوج بلقب الدوري المغربي الممتاز، إما الفتح الرباطي أبناء العاصمة في استقبالهم للمباراة الأخيرة لأبناء تطوان، لأبناء جبال المغرب التطواني الذي قدم أحلى كرة على مدار الدوري المغربي الممتاز. واليوم هو لقاء من أجل التأكيد ومباراة من أجل الدخول للتاريخ من أوسع الأبواب بالتتويج لأول مرة في تاريخ النادي بلقب الدوري المغربي الممتاز. القاسم المشترك بين الفريقين أنهما لم يسبق لهم التتويج بلقب الدوري المغربي. نتذكر مسار الفتح الرباطي لم يكن محظوظ على مستوى البطولة الوطنية في أكثر من مناسبة، وصل للمركز الثاني، ولكن لا ننسى أيضا ذكرياته الماضية على مستوى كأس العرش، الكأس الفضية التي فاز من خلالها في 5 مناسبات آخرها مع المدرب الإطار السابق الحسين عموثة. كان ذلك موسم 2010 سنة التتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي. بالمقابل أبناء الحمام البيضاء، أبناء مدينة تطوان اليوم حاضرين بجميع الأسماء البارزة من أجل أول لقب في تاريخ الكرة التطوانية وفي تاريخ الروكي بلانكو. هذه الأجواء وهذه الصورة العامة بالمجمع الرياضي الأمير مغري عبد الله. مر زمن طويل لم أشاهد فيها شخصيا هذه الأجواء بالمركب الرياضي الأمير مغري عبد الله. أتذكر ذلك النهائي الموسم الماضي بين الماس والكوطيم في كأس العرش، واليوم يتجدد العهد مع النهائي الدوري المغربي بين تطوان وكذلك الفتح الرباطي. إذا نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام من المجمع الرياضي الأمير مغري عبد الله. كنت أتحدث عن الحضور الجماهيري الكبير هنا بالمجمع الرياضي الأمير مغري عبد الله، والحضور اللافت، هذا العدد القياسي من أنصار المغرب التطواني سيمبري باروما حاضرين بثقلهم هنا بالمدرجات، والشاشية التطوانية الجبلية تغزو مدرجات المجمع الرياضي الأمير مغري عبد الله. الزي الجبلي كما قلت حاضر هنا بقوة في المدرجات، وهو تعبير وتأكيد لتشجيع هذا الفريق في سعي من أجل الدخول للتاريخ من أوسع الأبواب بأول لقب للبطولة الوطنية في نسختها الاحترافية الأولى. هذه اللحظات وتنطلق هذه المباراة من أجل تقرير المصير، تحديد مصير لقب الدوري المغربي، إما لخزانة المغرب التطواني وإما لخزانة الفتح الرباطي. هذه لحظات وستنطلق المباراة. اليوم العديد من الغيابات في صفوف الفريقين. أبرز الغيابات بالنسبة للفريق الضيف المغرب التطواني يغيب عن عنصر مهم على مستوى محور الدفاع، هو محمد أبرون. قبل لحظات أكمل مشوار المباراة الودية أمام فرنسا 2-2، مباراة مهمة جدا بالنسبة للأولمبيين تحضيرا للصيف هذه السنة والبطولة الأولمبية بلندن. إذا محمد أبرون يغيب عن تشكيل نادي المغرب التطواني. بالمقابل الفتح الرباطي يشكو عديد الغيابات ابرزها حموده بن شريفه على مستوى الدفاع. اذا على ضوء هذه الغيابات اليوم عزيز العمري فضل الدخول بالتشكيل الثلاثي. الكناني عزيز على مستوى الحراسه، بوشتا الاسماعيلي بويزكير، كذلك الجود طبعا الملحاوي، جحوح نصير، خضروف، سيد كروش، بنانيه وكذلك عزيم. وفق الرسم التكتيكي نعم نتحدث عن التموقع اللاعبين. بالنسبة لتطوان الكناني في الحراسة، بوشتا اليوم سيكون كظهير أيمن ويخلي الجود الإسماعيلي يكون في محور الدفاع إلى جانب بويزكير الذي يعوض مرتضى فال على مستوى محور الدفاع، والملحاوي سيأخذ مكانه في الجهة اليسرى. مجموعة من التغييرات قام بها المدرب عزيز العمري على مستوى الدفاع في ظل غياب مرتضى فال اللاعب السنغالي وكذلك محمد أبرهون. أعيد بوشتا سينشط الجهه اليمنى كظهير ايمن، والاسماعيلي في محور الدفاع الى جانب بويزكير، والملحاوي سيكون في الجهه اليسرى. على مستوى الارتكاز احمد جحوح اللاعب المخضرم ابن مدينه الناظور الى جانب اللاعب نصير، وامامهما الثلاثي الذي ينشط كثيرا الهجوم عبد العظيم خضروف، زيد كروس صانع الالعاب، وكذلك بن هليه، اضافه الى اللاعب عزيم كمهاجم صريح. 4-2-3-1 هي طريقه عزيز العمري، قد تتغير ل 4-3-3 مع نيه هجوميه
في حال طبعا فعل الفتح الرباطي وسجل هدف مع مرور دقائق هذه المباراة. بالمقابل جمال السلامي يبدا اللقاء بالاسماء التاليه: عصام بد على مستوى الحراسه افريقيا، ولكن مباراة للذكرى هناك بمدينه طنجة، كاس السوبر الفرنسيه بين ليل واولمبيك دو مارسي. اذا تجربه الحكم تشفع له لقياده هذه المباراة المصيريه لتحديد حامل لقب الدوري المغربي موسم 2011-2012 في نسخته الاحترافيه الاولى. كما قلت اجواء رائعه جدا هنا، المدرجات مملوءه تقريبا 25,000 مشجع، ومعظم من انصار المغرب اتلتيك تطوان. طبعا هناك تطمينات من الاداري نادي المغرب التطواني بخصوص طبعا الحادث المروع الذي وقع بدار الشاوي بمدينه تطوان. كان هناك حديث عن حالات وفاه، ولكن طبعا هناك تصريح قبل لحظات بان هناك طبعا جرحى فقط، ونتمنى السلامه لكل طبعا مناصري المغرب التطواني في هذا الحادث المروع، والذي ذكرنا بذلك الحادث الذي راح ضحيته احد طبعا مشجعي النادي القنيطري في التنقل للدار البيضاء لتشجيع الكاك في مواجهته لنادي الوداد البيضاوي. اذا انطلقت المباراه ب4 دقائق باي حسابات وباي تكتيك وباي صوره وباي طبعا منهج من جانب المدربين عزيز العمري وكذلك جمال السلامي، بينما كره فتحيه والحكم يمنح ضربه حره لمصلحه المغرب التطواني. هذا هو شعيب الحراش. رد بالك يا شعيبه، مباراه ستحدد مصير والحامل لقب الدوري المغربي موسم 2011-2012. كل لقطه عندها قيمتها وكل تدخل عنده الدور لطبعا الوقوف بصرامه امام طبعا كل تفاعلات اللاعبين على مدار 90 دقيقه كامله، بينما كره والتسلل وضربه حره غير مباشره لمصلحه المغرب التطواني. هذا هو عزيز الكناني. كانت هناك شكوك بخصوص مشاركته في هذه المباراه، ونتذكر الاصابه التي تلقاها في مباراه الرواف في مباراه الوداد الفاسي عندما صار وجار المغرب التطواني ودون ثلاثيه اكد من خلالها بانه عازم للتتويج بلقب الدوري المغربي الممتاز. اذا عزيز موجود اليوم، ولكن كان هناك تفاهم من طرف المدرب البلجيكي إريك غريس طبعا اخضاعه للراحه تحسبا لهذه المباراه المصيريه. طبعا هناك شفافيه، هناك نزاهه. طبعا إريك غريس شاف بان عزيز الكناني لا يقوى على التنقل وبالتالي خوض مباراه وديه، وهو ذهنيا يحضر بشكل اكبر لهذه المباراه. وهذه طبعا الحكايه وهذه القصه تحيلنا على حكايه اخرى في الماضي، والكل يتذكر قصه عزيز السيبوس حارس السابق لنادي اولمبيك خريبكا الذي تعذر عليه المشاركه مع المنتخب المغربي، ولكن الجامعه طبعا تفاجأت لحضور عزيز السيبوس في اخر محطات الدوري المغربي. نتذكر 88 89 والضحيه كان هو نادي اولمبيك خريبكا الذي تم تجريده من لقب الدوري المغربي وذهب لخزانه نادي الجيش الملكي. ولكن اليوم طبعا الفتره الحاليه هي فتره النزاهه والشفافيه، واليوم وقع التفاهم من طرف الجامعه وكذلك إريك غريس بخصوص حاله عزيز الكناني الحاضره اليوم من اجل لمرا صنع الافراح بالنسبه للتطوانيين مع اول لقب للدوري المغربي. لن نستبق الاحداث. طبعا الفتح الرباطي والمغرب التطواني قدم صوره جميله هذا الموسم. اذا تحدثنا عن الاحتراف، نعم احتراف على مستوى التسيير، كل الظروف اتيحت للفريقين لا على المستوى المادي ولا على المستوى المعنوي. ضف على ذلك البنيات التحتيه المتوفره بالنسبه للناديين معنا هذا بوخريس بالراسي، وايضا الحارس الدولي عصام بدر الذي شارك مع المنتخب المغربي كاحتياطي في البروفا الوديه قبل الايام امام منتخب السنغال. مباراه ادخلت الشك مره اخرى بالنسبه للجمهور المغربي. خساره 1-0 امام اسود التيرانغا قبل ايام من خوض اول مباراه في تصفيات المونديال 2014. التنقل سيكون لغامبيا، وبعدها ستكون مواجهه الافيال بمدينه مراكش. مباراتان ستحددان بشكل كبير مصير المنتخب ومصير المدرب البلجيكي إريك غريس. نترك المنتخب ونعود
تعود لمباراة الفصل لتحديد حامل لقب الدوري المغربي الممتاز. حتى ضع المشاهدين الكرام في الصورة المغرب التطواني تعادل يساوي اللقب، الفتح الرباط الانتصار ولا شيء غير انتصار إذا أراد التتويج بأول لقب للدوري المغربي الممتاز. الماطا والمغرب التطواني عنده 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الفيس. ولا ننسى بأن تطوان هي صاحبة أقوى هجوم برصيد 40 هدف وطلقات مرمى فقط 13 هدف، يعني أقوى هجوم. ضف على ذلك أقوى دفاع، والفتح الرباطي ثاني أقوى دفاع في الدوري المغربي 16 انتصار. هذا هو القاسم المشترك بين الفريقين. المغرب التطواني تعادل في 10 مناسبات والانهزم في 3، بالمقابل الفيس تعادل في 9 مناسبات والانهزم في 4 لقاءات. هذه كرة للكشاني، العودة للكشاني ومباشرة تذهب الكرة إلى التماس. تساءلنا قبل لحظات بأي تكتيك وبأي طريقة وبأي أسلوب سيلعب كل من شمال السلامي وكذلك الإطار المخضرم مع عزيز العمري، ولكن أتصور بأن المباراة ستكون تكتيكية، مباراة ستكون مقفلة مجرد تخمين، ولكن نتمنى العكس، نتمنى نشاهد مباراة مفتوحة، مباراة قمة في الإثارة. وأيضا نتمنى هنا لغة الأهداف من مهاجمي المغرب التطواني وكذلك الفتح الرباطي. تحدثنا عن القاسم المشترك، لم يسبق للفريقين أن توج بلقب الدوري المغربي الممتاز. الفتح الرباطي في الدوري المغربي يبقى أبرز إنجاز واحتلال المركز الثاني عام 81 وكذلك عام 2001. بالمقابل تطوان طبعا فريق منذ سنوات كان يعاني في دوري الدرجة الثانية، ولكن مع مرور المواسم أصبح له حضور قوي في الدوري المغربي الممتاز. يا للصدف يا للصدف، تذكروا يوم 28 من ماي عام 2005 كان موعد الصعود بالنسبة للمغرب التطواني للقسم الأول، واليوم هو 28. نعم، هي الذكرى السابعة لصعود المغرب التطواني للدرجة الأولى. فهل يتم تجديد العهد مرة أخرى ويحقق المغرب التطواني في هذا التاريخ بالذات لقب الدوري المغربي الممتاز؟ ننتظر ونترقب تطورات الدقائق المقبلة. كرة في وسط الميدان. طبعا نذكر المشاهدين الكرام قبل لحظات انتهت مباراة التي تدخل ضمن فعاليات دورة طولون الودية. المنتخب الأولمبي المغربي تعادل مع الفرنسيين هدفين لمثلهما. اتضح بأن هناك العديد من النواقص يجب معالجتها من طرف المدرب الهولندي بيم فيربي قبل أشهر قليلة جدا أو قبل الأسابيع قليلة من انطلاق الأولمبياد. يوم 26 سيكون بداية التحدي بالنسبة للأولمبي المغربي، دون أن ننسى مشاركة المنتخبات العربية الأخرى مصر وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. نعود للمباراة. أسامة الغريب من مدينة طنجة يراوغ الأول والثاني، العودة للوراء ناحية لاعب سعدان كرة مبيو لكن خروج عزيز الكناني. نعم، عزيز الكناني الحارس، نعم أقول الأسطورة بالنسبة لتاريخ الكرة التطوانية، تم إدراجه مؤخرا في قائمة أفضل 30 حارس في العالم بحكم أنه حافظ على نظافة شباكه طيلة 1135 دقيقة، وبالفعل فاسمه موجود بموقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. هنيئا لعزيز الكناني الذي تدرج عبر كل الأقسام، عبر كل الدرجات، قسم الهواة والقسم الثاني مع النادي المكناسي. نعم، اخر فريق لعب له على التشكيل الاساسي لنادي الحسنيه، ومن بعدها نادي الفتح الرباطي. محمد امين البقالي يسترجع كره تصل ابراهيم البحري من الجهه اليسرى، هناك كشاني محمد امين البقالي. هذه عرضيه محمد، يبقى هو المايسترو، يبقى هو الدينامو في وسط الميدان، ومهمته طبعا استرجاع الكرات، وايضا نجد في الكرات الثابته كما تابعنا من خلال اول ركنيه والتي كانت خطيره جدا عن مرمى نادي المغرب التطواني. هذه كرة أمامية في وسط الميدان. ديونغ تراوري مباشرة لإبراهيم البحري، ولكن لاعب المسكيني من الجهة اليمنى، ولكن مقطوعة في آخر مطاف من طرف الظهير الأيسر الإسماعيلي، والحكم هنا يقول خطأ وكرة لمصلحة تطوان. كرة لمصلحة تطوان
هذه اللقطة الماضية فعلا كان هناك تدخل من جانب اللاعب عادل المسكيني الذي سجل في المباراة السابقة امام نادي اولمبيك خريبكا، المباراة التي انتصر من خلالها نادي الفتح الرباطي بهدفين مقابل كل الفعاليات تحضر اليوم بمن فيها وزير الشباب والرياضة محمد حسين. هنا طبعا يتابع المباراة واكيد سيكون الختام بمنح درع الدوري المغربي للفائز في هذه المباراة. بلغة الحسابات تحدثنا على أن نقطة وحيدة تكفي تطوان للتتويج بأول لقب، ولكن الانتصار ولا شيء غير ذلك بالنسبة لجمال السلامي من أجل التتويج. هذه المرة كمدرب تحدثنا عن الفترة الذهبية مع الفريق الأخضر عندما توج بالعديد من الألقاب المحلية مع الرجاء، ولكن لا ننسى أيضا محطته مع نادي بشكتاش التركي قبل العودة. نعم، أكمل مشواره كلاعب في البطولة المغربية مع الممثل العاصمة العلمية المغرب الفاسي. تدور الكرة تدور وتصل الجهة اليسرى وسام الغريب يرفع كرة في منطقة الجزاء، لكن التعطية هنا تأتي من جانب اللاعب الإسماعيلي يراقب كما يجب تحركات عادل المسكيني من الجهة اليمنى ينتظر المستردة تأتي من جانب اللاعب تراوري من يجيب تراوري هو اللاعب جبيلو يرفع كرة ناحية الكشاني ولكن خروج عزيز الكيناني يراقب الوضع ويترك الكرة تذهب إلى ضربة مرمى لمصلحة المغرب التطواني. هذا هو بدر الكشاني بالامس القريب، ويتذكر الحسين عموته بانه كان لاعبا احتياطيا ولكن مع جمال السلامي تغيرت الصوره. الكشاني اصبح لاعبا رسميا لا نقاش في ذلك، والشاشيه الجبليه هنا تغزو مدرجات المجمع الرياضي امير مولى عبد الله. ولمن لا يعرف الشاشيه هي قبعه مزركشه بالوان تؤكد وتؤرخ للزي الجبلي الذي يفتخر به كثيرا ابناء الشمال، ليس فقط في تطوان ولكن في مختلف المدن المجاوره. وبالمناسبه هناك يتابعون لحظه بلحظه مسار المغرب التطواني ونجاحات المغرب التطواني. هناك في الفنيدق في مارتيل والناظور والحسيمه وبني دركون والسبته ومليليا، نعم بالدم وبالرجال وبالتاريخ سبته ومليليا مغربيتان، بينما كره تطوانيه تسديد عصام بدايل الركنيه هي الاولى تطوانيه جبليه في هذه اللحظات. شاد سلاسل كروش عصام بدا يقول كلمته ويمنح الركنيه لمصلحه المغرب التطواني. إذا الجماهير تتفاعل مع أول كرة ومع أول تهديد لحارس المرمى عصام بيتا. إذا تنفذ من جانب اللاعب نصير، ونصير كان يبحث عن لاعب عظيم، تبقى لنصير تماس يقول الحكم بوشعيب الأحراش لمصلحة الفتح الرباطي. هذه الجماهير جاءت من تطوان ولكن ايضا من المدن المجاوره الفنيدق ومارتيل والناظور والحسيمه وبني دركون، وكذلك تحدث عن منطقتين عزيزتين سبته ومليليا. تحدثت بانه بالدم وبالرجال هما مدينتان مغربيتان، واكيد ننتظر طبعا ترقب من الجماهير هناك في مدينتي سبته ومليليا يتابعان عن كثب ويتفاعلان هنا مع الاداء المغرب التطواني في مباراه مصيريه لتحديد لقب الدوري المغربي. ومحمد امين البقالي يرتكب الخطا، نعم محمد امين البقالي يرتكب الخطا. سنشاهد اللقطه، هذا هو لاعب ميمون نصير، واحد من الاسماء المميزه في خط وسط الميدان. لحظه الترقب، حيطه وحذر حتى الان من جانب المدربين، وقلت بانه قد نشاهد مباراه مقفله، مباراه تكتيكيه بين العزيز العامري وكذلك جمال السلامي. ممكن هذه مرحله جس النبض، ممكن طالت 20 دقيقه حتى الان في انتظار اول هدف قد يحرر اللاعبين ليس فقط لاعبي الفتح الرباطي ولكن ايضا المغرب التطواني. بينما كره عبد العظيم خضروف الاسمراني هنا يصنع طبعا الحضور في اول كره من الجهه اليمنى، تصل لاحمد جحوح ابن مدينه الناظور، تصل الجهه اليسرى ولكن العين فقط الى التماس، والتنفيذ سيكون للاعب تراوري او اللاعب سعدان. هذا هو جمال السلامي في حوار مع عزيز العامري. تحدثنا عن جمال السلامي ولكن ايضا الحق
حق عزيز العمري من الإشادة والتنويه بالمسار الجيد الذي حققه مع المغرب التطواني. نجح في المزج بين عنصر الخبرة وعنصر الشباب ليقدم لنا فريقا نموذجيا، فريقا يقدم أحلى كرة وأحلى صورة تليق بسمعة الكرة المغربية في أول نسخة احترافية لموسم 2011-2012. أسماء شابة ضاف عليها أسماء تتمتع بخبرة. عندك عزيز الكناني، عندك حسن بويسكار، عندك أحمد جحوح، عندك عبد العظيم خضروف القادم من مدينة الزهور مدينة المحمدية، ولا ننسى أيضا بن هنية المصاوي السابق وأيضا عزيم. ولكن أيضا هناك أسماء شابة اكتشفناها في دوري الأمل أو دوري المستقبل. هذا اختراع الجامعة في أول طبعا نسخة الموسم الماضي. التتويج كان بالنسبة للمغرب التطواني آنذاك كان اكتشاف العديد من المواهب، ابرز هو اللاعب نصير وزيد كروش وكذلك الاسماعيلي، بينما هنا تسديده ولكن مرت بعيده عن مرمى الحارس عصام باتا. هذا هو اللاعب عزيم جرب حط وسدد من بعيد ولكن دون تركيز وبالتالي الكره فقط برا. هذا ابرز الغائبين على المباراه اليوم. عبد الرزاق المناصفي اصيب هو الاخر، نتذكر الاصابه في إحدى المباريات التي جرت بملعب الثانية الرمال بمدينة تطوان. عبد الرزاق المناصفي أكيد يتذكر وأكيد المسار أكثر من ناجح في مسار الدوري المغربي. نعم الدوري المغربي شهد تألق عبد الرزاق المناصفي مع الكاك مع الجيش الملكي، ولكن على الخصوص مع نادي المغرب التطواني. وهذه كرة في الجهة اليسرى، إبراهيم البحري يحاول المرور ولكن البريسينغ عالي جدا يفرض لاعبو المات. كرة أمامية من بوخريس لكن مقطوعة من الدفاع، تذهب مباشرة إلى التماس. التنفيذ بسرعة ناحيه تلعب تراوري يفتح الفجوه في خط دفاع نادي المغرب التطواني. المسكيني عرضيه من يتابع الكشاني وابراهيم البحري ولكن سهله بالنسبه للحارس عزيز الكناني الذي يتركها تذهب الى ضربه مرمى لفائده المغرب التطواني. 22 دقيقه دائما التعادل السلبي يخيم على موقع التحديد وتقرير مصير لقب الدوري المغربي امام الاسماء الاحتياطيه. هنا حموده بن شريفه واحد من الاسماء المخضرمه عرفناه مع الوداد البيضاوي، ولكن ايضا حضور مع فريق الفتح الرباطي. ولا ننسى بان بن شريفه كان لاعبا سابقا لنادي المغرب التطواني. أتحدث عن السابق وأتحدث عن الماضي، وأيضا هناك ذكريات وألقاب وأيضا أفراح عاشها فريق الفتح الرباطي طبعا بألقاب كأس العرش. 5 ألقاب كأس العرش. البداية كانت 67 73 أيضا 76 95 و2010. نعم 2010 مع الحسين عموته، وقبلها كان 95 مع المدرب الفرنسي فيليب تروسيه. هنا بالمجمع الرياضي كان الفوز على حساب نادي أولمبيك خريبكا. كرة في وسط الميدان، سعدان يحضر للجهة اليسرى ناحية أسامة الغريب الدائرة اليسار. يصعد أسامة، شاهدناه في أول ظهور مع الفتح الرباطي عندما واكب مسيرة الفوز في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي. مع مرور المباريات والسنوات أكيد رسمية لا تناقش كظهير أيسر لنادي الفتح الرباطي. هذا هو عادل المسكيني، يمر عادل في انتظار مساندة من يتابع كرة المسكيني هو محمد أمين البقالي، وعودة عبد العظيم خضروف. هنا يقود الهجوم العكسي. هذه نقطة قوة المغرب التطواني عندما ينطلق بسرعة طريق عبد العظيم خضروف وأيضا سيد كروش وكذلك بنينية. وطبعا أبرز مباراة دونها المغرب التطواني هذا الموسم واكيد يعتز بها كثيرا جمهور سيامبري بالوما، هي مباراة المغرب التطواني والرجاء بالمركب الرياضي محمد الخامس. مباراة تدرس على جميع الأصعدة، مباراة تكتيكية ناجحة من جانب المغرب التطواني، وأيضا لغة المرتدات الهجومية هذا هو اختصاص المغرب التطواني. مثل هذه الأمور شاهدناها في مباراة الرجاء، وفعلا تلك المباراة كانت منعطفا مهما جدا في مسار المغرب التطواني من أجل الصعود للبوديوم مع نهاية الموسم. فاز على الكبار، نعم سجلوا عندكم على الوداد بهدفين مقابل لا شيء، بنفس النتيجة أمام الرجاء البيضاوي، دون الثلاثية أمام الجيش الملكي. لماذا ذكرت هذا الثلاثي؟ لأنه فعل هذه أقطاب الكرة المغربية على مر تاريخ البطولة المغربية، ولكن هذا الموسم وخلال بعض المواسم الأخرى كسرت القاعدة من طرف العديد
العديد من الانديه. لم نعد نتحدث عن الجيش وعن الرجاء وعن الوداد، اليوم في القمه الفتح وكذلك المغرب التطواني، اضافه الى انديه اخرى كالدفاع الحسن الشديدي. بينما كره للعادل المسكيني يكسب الركنيه الثانيه لمصلحه الفتح الرباطي. قلت بان مباراه مقفله حتى الان، مباراه التكتيك من طرف عزيز العمري اللي يقفل جميع المنافذ، وبالتالي صعب من مهمة الفتح الرباطي في هذه المباراة. ممكن الأخطاء، ممكن الكرات الثابتة تجيب الأهداف. محمد أمين البقالي لا نقاش ينفذ الكرات الثابتة، ولكن إبعاد من جانب اللاعب بوشتا الذي يظهر كأساسي في تشكيل المغرب التطواني. طبعا حدثتكم وقربت الصورة بخصوص التموضع اللاعبين، لأنه فعلا كان تخوف كبير من جانب عزيز العمري وكذلك الجمهور التطواني بخصوص غياب أبرون ومرتضى فال. نعرف قيمة هذين اللاعبين على مستوى المحور، أبرون مع المنتخب الأولمبي، مرتضى فال يغيب بسبب طبعا الإيقاف، وبالتالي عزيز العمري ممكن عنده البدائل. خلى بويسكير صاحب الخبرة واللي سبق توج بلقب الدوري المغربي مع نادي أولمبيك خريبكا، وإلى جانبه كذلك اللاعب جود الملحاوي بوشتا في الجهة اليمنى، معوضا الملحاوي الذي طبعا يأخذ مضطر مركز محور الدفاع، والإسماعيلي كالعادة دائما حاضر في الجهة اليسرى. في وسط الميدان صورة أصبحت معروفة لدى المشاهد الكريم ولمن يتابع المغرب التطواني. جحوح ونصير ممكن كلاعبي ارتكاز وأكثر ميول للدفاع مع مساندة للهجوم. خضرو في نشط الجهة اليمنى، بنهنية حاضر في الجهة اليسرى، زيد كروش يلعب كصانع ألعاب وراء اللاعب عزيم الذي يبقى كمهاجم صريح. هذه الطريقة ممكن التي يلعب بها عزيز العمري. بالمقابل الفتح الرباطي تحدثنا عن بعض الغيابات ابرزها حموده بن شريفه وكذلك اللاعب نصير فتح الرباطي وليس نصير المغرب التطواني، والانتصار ب3-1. نعود للمباراه، نعم اخر مباراه افريقيه الالي والملعب الماري بملعب الكليه الحربيه. كان هناك الحضور لبوشعيب الحرش الذي يساعده عشيق وكذلك الحميدي. هذا هو الثلاثي المتألق على مستوى الوطني وعلى مستوى القاري. طبعا بالامس عشنا اجواء فعلا غايه في الاثاره، اجواء من الفرحه، اجواء من الحزن بالمركب الدولي بمدينه فاس. هناك كان ضمان البقاء بالنسبه للبيانكونيرو. نادي وداد فاس اقنع وابدع وامتع واستحق ان يكون ضمن قائمه الكبار الموسم المقبل في خانه الاحترافيه في نسختها الثانيه، بينما شباب المسيره بعد سنوات من المعاناه يعود للقسم الثاني مرافقا بذلك نادي الاتحاد الزموري حامل لقب الدوري المغربي في إسدال الستار عن موسم شاق وطويل. شاق نعم بالنسبة لأندية عانت كثيرا على مستوى دائرة الترتيب، والبرامس تعرفنا على الثانية الهابطين، الثانية النازلين كانوا نادي شباب المسيرة ممثل الأقاليم الصحراوية المغربية الوحيد بعد خسارة والسقوط بالثلاثية من جانب نادي وداد فاس، وقبل ذلك كان السقوط ايضا بالنسبه للاتحاد الزموري للخميسات. وكل التوفيق لهذين الفريقين في مسار دوري الدرجه الثانيه الموسم المقبل على امل العوده بسرعه للقسم الاول. هنا مباراه اللقب، مباراه التتويج، جوله ثانيه ستجرى تحت اضواء الكاشفه. طبعا بوشعيب الحرش امامنا على الصوره يصعد الاعلان عن انطلاقه الشوط الثاني، نتمناه افضل على المستوى الفني وكذلك حضور نديه كبيره وايضا حضور الاداء في ال 45 دقيقه الثانيه. وان كان من المستبعد جدا ان نشاهد اداء فني راقي في هذه المباراه، لان هنا حسابات اللقب، حسابات درع البطوله الوطنيه، وممكن هذا شفناه مع عزيز العمري على عكس اللقاءات السابقه. اليوم لعب بطريقه مغلقه نوعا ما، فضل الركون للدفاع من وسط الميدان والاعتماد على المرتدات عن طريق عبد العظيم خضروف وزيد كروش. كانت قليله عموما
خلال دقائق الجوله الاولى. بالمقابل فتح الرباطي ممكن في بعض الدقائق كانت عنده افضليه على مستوى امتلاك الكره، نور عبر الاطراف، ولكن شاهدنا خطوره الفتح الرباطي تاتي على الخصوص من خلال الكرات الثابته عندما يكون محمد امين البقالي وراء هذه الكرات، اما الركنيات او كرات الجانبيه. نتمنى ان تتحسن الصوره لمن انضم الينا مع بدايه الشوط الثاني. التذكير بالتشكيل اللي فضله كل مدرب العزيز العامري وكذلك جمال السلامي. المغرب التطواني بسرعه، الكناني كالعاده في الحراسه، بوشتا الاسماعيلي، بويسكير الاسماعيلي، او جود الملحاوي هذا هو ربع الدفاع، جحوح ونصير كلاعب ارتكاز، وامامهم خضروف، سيد كروش وبن هنيه، وكذلك المهاجم الصريح العسيم. بالمقابل فتح الرباطي بنفس الاسماء، عصام بدا، تراوري، بوخري، صندام، الغريب، سعدين، محمد امين البقالي، شبيلو، ابراهيم البحري، وكذلك لاعب الكشاني. اذا هو الركنيه كالعاده محمد امين البقالي صاحب الاختصاص يبحث عن الرؤوس، ممكن هنا مع سعدان واخراج الكره الى الركنيه مره اخرى. دون مقدمات يبدا الفتح الرباطي قويه. قلت بان نقطه قوه الفتح عندما تتاح له الكرات الثابته، وخاصه عندما يكون وراءها اللاعب محمد امين البقالي محرك الفريق في الوسط. هذا هو البقالي وممكن التسديده لكن بعيده كل البعد عن مرمى الحارس عزيز الكناني. ما هي قراءات جمال السلامي؟ كيف سيتعامل مع الجولة الثانية؟ ممكن سؤال يطرح كل عاشق لنادي الفتح الرباطي. الآن الفتح الرباطي يعرف تماما بأن الانتصار ولا شيء غير الانتصار هو الكفيل برفع درع الدوري المغربي هنا بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. الأمر سيكون صعب جدا. المغرب التطواني كانت هناك تخوفات لأن الأبرون غير موجود، لأن مرتضى فار غير موجود، ولكن البدائل تتصور حاضرة عند عزيز العامري، لأنه حتى الآن دفاع المغرب التطواني يقوم الواجب كما قلت بقيادة جود الملحاوي، بوشتا والإسماعيلي، وكذلك على الخصوص حسن بويسكير اللي كسب كل الحوارات العالية، نعم كل الكرات العالية، إلا وتجد اللاعب حسن بويسكير، وقلت بأنه راكم من التجربة ما يكفي طبعا قيادة خط دفاع نادي المغرب التطواني في هذه المباراة المصيرية. إذا تنفيذ التماس هذا هو عصام باتا، يعني المرات القليلة اللي شاهدنا فيها عصام وتدخلات عصام وهذه كرة تطوانية، لكن القيادة للدفاع عن طريق اللاعب عبد الفتاح بوخريس، ثم الانطلاق في هذا الهجوم العكسي. الكشاني وحده، الكشاني ينتظر المساندة، من ينادي الكشاني؟ هنا اللاعب ابراهيم البحري، محمد امين البقالي، تمريرات قصيره وبالتالي ترى كل مجال للاعبين المغرب التطواني للعوده بسرعه والتمركز من جديد. عرض عظيم خضروف يترك لاحمد جحوح، جحوح في صراع مع محمد امين البقالي، تصل لوسط الميدان. هذا هو نصير الميموني، ميولات دفاعيه اكثر من هجوميه، يحضر تمريره في العمق لكن خروج عصام بيتا الحارس رقم 2 في حسابات المدرب إيريك ريتس بعد النمبر 1 نادر المياغري اللي كان حاضر كالعاده في مباريات الرسميه للأسود. اخر مباراه كانت امام اسود التيرانكا 1-0. قلت مباراه ادخلت الشك مره اخرى في صفوف الجمهور، بينما كره تطوانيه تهديد حقيقي من المغرب التطواني. بنية مره اخرى، اصابه بنية، ما اروعك يا بنية، ما اروعك يا المغرب يا التطواني. نسيونا يا العايل، نسيونا يا العايل، هذه كرة ولا أحلى، هذه كرة ولا أجمل. نعم في لحظة المباغتة، في لحظة المطاردة، بنانية اللاعب المصاوي السابق يسجل الهدف الأول لمصلحة المغرب التطواني. ولكم أن تتصوروا الفرحة الكبيرة. جيبوا له الشاشية، جيبوا له الشاشية ليعبر عن الفرحة الجبلية. نعم هكذا تكون الفرحة بمدرجات المجمع الأمير مولاي عبد الله، نعم بالألوان الحمراء البيضاء الزرقاء، الروخي بلانكو، الروخي بلانكو. هذا بالهنية صارع الأقوياء، صارع المدافعين، المهارة يا عيني، التسديدة والكرة في الشبكة، الكرة في الشبكة يا عصام يا باتا. جيبها من الشبكة، جيبها من الشبكة، وجيب له الشاشية حتى يحتفل على الطريقة الجبلية. نزيونا يا العايل، نزيونا يا العايل، وجيبها من الشبكة يا العايل. 1-0 لتطوان، 1-0 لأبناء مدينة تطوان. نعم
المغرب التطواني الأقرب لدرع البطولة الوطنية. تتغير النتيجة وتتغير المعطيات. بالهنية المساوي السابق ذكرتني يا رجل بهدفك السينمائي والعالمي في مرمى الجيش الملكي، واليوم تؤكدها في مباراة مصيرية، ولكم أن تتصوروا الفرحة الجبلية التطوانية وكذلك المدن المجاورة الفنيدق ومارتين والناظور والحسيمة كلهم مع تطوان، ولكن أيضا الفتح الرباطي مستند والآخر بالمجمع الرياضي في انتظار الرد يا جمال السلام. هدف يحرر اللاعبين اكثر، وهدف يخلينا نشوفوا مباراه اكثر اثاره واكثر تشويق. ما هي حلولك يا جمال؟ كيف سيكون الرد يا جمال؟ هنا ممكن المعنويات مرتفعه جدا لتطوان، وحده بن هنيه صارع المدافعين، وحده بن هنيه فعل كل شيء، راوغ مجموعه من اللاعبين بفنيات عاليه وبتسديده وكره في عصام باتا، نعم في شباك عصام باتا لتتغير النتيجه. اذا 1-0 للمغرب التطواني، 1-0 للمغرب التطواني. جولة التغييرات والشاشية كما قلت تغزو المجمع الرياضي. الأمير مولاي عبد الله والسي الجبلي يعني مصدر افتخار بالنسبة لأبناء الشمال ولأبناء الريف ولأبناء طبعا تطوان وطنجة والمدن المجاورة. أكيد يراقبون لحظة بلحظة، لحظة بلحظة ولقطة بلقطة تفاعلات هذه المباراة في البيوت وفي المقاهي. قلت فلينسوا الرياض ولينسوا البارسا هناك في الشمال، لا حديث في المقاهي إلا عن تطوان وعن إنجازات مغرب أتلتيك تطوان. نعم بطقوس الليغا الإسبانية، هنا بطابع مغربي. مغرب أتلتيك تطوان يصنع الحدث بقيادة المهندس ابن مدينة سيدي قاسم عزيز العامري. نعم على طريقتك تحتفل بإنجازك الكبير مع مغرب أتلتيك تطوان. وهنا الزي الجبلي والشاشية حاضرة مع العنصر النسوي، والكل يحتفل بطريقته الخاصة. نعم صدقت مقولة الفنان وعندليب الشمال وعندليب تطوان عبد الصادق شقارة. نعم المرحوم عبد الصادق شقارة، حي رسم الأحباب. نعم حي رسم الأحباب، يا زائر بسلام ضنيت. نعم الأحباب منسولي. وهذه المقولة تنطبق على تطوان وتنطبق على جمهور تطوان سيمبري باروما. ولو كان عبد الصادق شقارة حاضرا اليوم لتغنى بالمغرب أتلتيك تطوان ولا تغنى بأنصار مغرب أتلتيك تطوان. وهذه كرة في التماس. تحدثت عن واحد من الشخصيات فعلا، عبد الصادق شقارة مفخرة الشماليين ومفخرة مدينة تطوان، وهكذا أقول عن دليب تطوان بهذه الصورة لأنه فعلا كان واحد من رموز الفن المغربي، وسيبقى خالدا في طبعا الساحة الفنية بأغانيه المشهورة والمشهورة جدا على الطريقة الأندلسية الجبلية. دائما كان مصدر إعجاب كبير ليس فقط بالنسبة لأهل الشمال ولكن بالنسبة لكل المغاربة. إذا نعود للمباراة. هذا هو محمد أمين البقالي، كرة أمامية ننتظر ردة فعل. طريق الفتح الرباطي، هذه التسديدة انطلاقة من الجهة اليسرى بنية مباشرة لزيد كروش، التعطي من عادل المسكيني. الآن المباراة أصبحت مفتوحة، يعني المغامرة من الفتح ليس لديه خيارات أخرى سوى الضغط والمغامرة الهجومية، وهذا ممكن يخلي مساحات، ممكن يخلي فراغات في الخط الدفاعي. وهذه النقطة يحبذها كثيرا الثلاثي عبد العظيم خضروف وزيد كروش وكذلك عبد الكريم بن هنية. لا ننسى العزيم. حتى الآن العزيز العامري غير مطمئن، عزيز العامري غير مطمئن رغم هذا التقدم، ولكن يريد الكاو، يريد الضربة القاضية. ممكن تجي في أي لحظة، ولكن حتى الآن لا تقنعني يا جمال السلامي. حتى الآن فريقك غير مقنع، فريقك لا يبادر الهجوم. ممكن كرات عالية، وقلت بأنه ليس هو الحل المثالي. هذه التمريرة في العمق ناحية اللاعب عبد العظيم خضروف، التغطية من طرف اللاعب المسكيني بل هو شبيلو الطير الأيمن. شبيلو للتمركز الممتاز للمغرب التطواني
واقف بشكل ممتاز. لاحظوا جدار دفاعي متقدم يفرض عبد العظيم خضروف وزيد كروش وكذلك احمد جحوح. الان جحوح في صراع كبير مع عادل المسكيني والحكم بوشعيب الحراش يعلن عن الخطر وكره فتحيه في هذه اللحظات. ابناء العاصمه مطالبون بالرد على وجه السرعه. هذا هو نداء الجماهير الفتحيه الحاضره. ممكن 1500 ولكن الكلمه ولا الصوت يعلو في مدرجات المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله. لا الصوت يعلو على سيامبري باروما ولوس ماتادوريس. نعم اتحفون بتيفوهات رائعه بملعب الثانية ترمل. والتأكيد اليوم في ختام الدوري المغربي موسم 2011-2012 محمد أمين البقالي كرة أمامية ولكن لا عين يا محمد فقط برا الملعب. ضربة مرمى لمصلحة المغرب التطواني. هذا هو البقالي وراء كل الكرات الثابتة ولكن الحل ماشي كرة عالية. الحل ليست الكرات العالية. قلت الكرات العالية والحوارات العالية دائما يكسبها حسن بويسكير والإسماعيلي وجود الملحاوي جانب من أنصار نادي الفتح الرباطي. وممكن هذه النقطة أريد أن أعقب عليها. يعني صراحة شيء مؤسف معظم مباريات الفتح الرباطي تجرى وسط مدرجات شبه فارغة فعلا. يعني أقولها وقد يكون الكلام قاسي. جمهور الفتح الرباطي هو جمهور بيوت جمهور مقاهي لا نشاهد كثيرا في المدرجات. ممكن اليوم الاستثناء لذلك حضر المئات من أنصار نادي الفتح الرباطي. البعض يقول لك الملعب بعيد عن وسط المدينة وفعلا هذا واحد من الأسباب فعلا. لأنه أتذكر شخصيا كنت أتابع مباريات الفتح الرباطي عندما كان يستقبل بملعب الفتح وكان يزاول بالدرجة الثانية. تصوروا كان يزاول بالدرجة الثانية ومع ذلك تشاهد جمهور يعني كبير يحضر لملعب الفتح. ولكن فريق يصنع الحدث، فريق يتوج بلقب الكاف، فريق يتوج بلقب كأس العرش ومع ذلك المدرجات شبه فارغة. ممكن الملعب بعيد وهذه مهمة الإدارة، مهمة تسهيل عملية تنقل الجماهير بالأحرى عملية مصالحة. هذه التسمية عملية مصالحة مع الجماهير من أجل المساندة وما أحوج الفتح الرباطي لقاعدة شعبية شأنه في ذلك شأن مجموعة من الأندية المغربية. طبعا بكل الاحترام والتقدير الفتح الرباطي يسير بطريقة رائعة. إذا رمية جانبية تنفذ في وسط الميدان ولكن لاعب شحوح بنهنية عبد العظيم خضروف. تمريرات قصيرة هنا بين لاعبي المغرب التطواني ولكن عايدة كل البعد والتنفيذ التماس من أسامة الغريب في وسط الميدان. عادل فهيم في أول لمسة لمني عادل ناحية اللاعب تراوري ينقض إليه السعدان يحول كرة الجهة اليمنى ناحية اللاعب جبيلو الجهة اليمنى عادل المسكيني وهذه كرة عرضية تدخل من حسن بويسكير ويتركها هنا تبقى خطيرة ولكن في آخر المطاف الحكم يعلن عن خطأ. هذا هو عزيز الكناني واحد من أكيد أبرز الأسماء التي تألقت هذا الموسم. تحدثنا عن مساره والتدرج عبر العديد من الفئات، فئة الهواة والدرجة الثانية مع اتحاد طنجة مع الكوكب. إنجاز كبير بالنسبة لعزيز الكناني أبرز حراس الدوري المغربي. بينما هنا تسديدة ولكن كرة مرة جانبية والأقرب للقب هو المغرب التطواني، الأقرب للبوديوم هو المغرب التطواني. ولكن كيفما كانت النتيجة وكيفما كان مآل الدوري المغربي أو درع الدوري المغربي نحيي فريقين فعلا قدم صورة جميلة جدا ممكن بل بكل تأكيد على مستوى التسيير وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى التوازن من خلال نتائج كل أسبوع بالنسبة للفريقين. والفريقين اللذين كسر قاعدة الأندية الكلاسيكية الرجاء البيضاوي والوداد وكذلك الجيش الملكي. يعني فترة فراغ يمر من هذا الثلاثي بينما كرة في العمق تبحث عن بنينية ولكن الكلمة لعبد الفتاح بوخريس تصل في وسط الميدان. هذا هو اللاعب الكشاني يخرج الكشاني من الرقابة يلعب روانتو مع اللاعب أسامة الغريب وفي آخر المطاف يكسب التماس عزيز العمري والتعليمات من أجل الحفاظ على هذا المكسب من أجل الحفاظ على طبعا المكاسب التي حققها في المباريات السابقة. قالها رئيس نادي المغرب التطواني فريق من صناعة
ومن إنتاج ومن طبعا مجهود المدرب عزيز العامري. طبعا رقم من التجربة ما يكفي، آخر محطاته قادته لنادي الجيش الملكي، ولكن أبرز المحطات هي الحالية مع نادي المغرب الأتلتيك تطوان. دوري التشالنج فاز به، واليوم قريب جدا من التتويج بثاني الألقاب مع مغرب أتلتيك تطوان. إذا تنفيذ المخالفة، هذه كرة أمامية عبد الكريم بنينية مرة أخرى، خطير 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 بنينية، والتدخل من تراوري يتلقى الانذار في هذه اللحظات بعد التدخل في حق اللاعب عبد الكريم بنينية المصاوي السابق. قلت بأن عزيز العامري وجد توليفة، مزيج بين أصحاب الخبرة وكذلك اللاعبين الشباب. أصحاب الخبرة الكيناني في الحراسة، بويزكال في الدفاع، جحوح في وسط الميدان، وفي الخط الأمامي خضروف ابن مدينة الزهور وعزيم أو بنهنية المصاوي السابق. كلها أسماء شاهدناها كثيرا في مسار الدوري المغربي خلال السنوات الماضية، واليوم توظف هذه الخبرة من أجل تتويج تطواني دون أن ننسى الأسماء الشابة، أبرزها اللاعب المميز والمهاري زايد كروش، قاهر الرشاويين في ليلة القبض على الصدارة هناك بالمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. 2-0 كانت منعطف مهم جدا لتطوان. جحوح يسدد، ترتد من الدفاع، تبقى تطوانية لكن بعيدة هذه الكرة، ضربة مرمى لعصام بدر. من يتحمل الخطأ في لقطة الهدف هو الدفاع، لا شك في ذلك. تصوروا بنهنية كان امام 3 مدافعين، ومع ذلك المهاره والفنيات والنزعه التهديفيه، لان بنهنية ليس بغريب ان يسجل هدف بهذه الصوره وبهذه الطريقه، لانه فعلا سجل اهداف، بل هي اهداف فعلا ولا اروع. اهم هذه الاهداف في مرمى اولمبيك اسفي. تتذكرون مشاهدينا الكرام بملعب الثانية ترمل كيف تلاعب بالمدافعين وكيف وضع الكرة في الزاوية 90 لمرمى مرويك حارس مرمى اولمبيك اسفي. تتذكر كرة عرضية والى الركنية، فعلا ركنية تتعدد الركنيات، ولكن تغيب الخطورة بالنسبة للفتح الرباطي. لم يستفيد الفتح الرباطي من الركنيات. ممكن هذه الركنية السابعة للفتح الرباطي ولكن دون فائدة. برايم البحري، كشاني، محمد أمين البقالي، سعدان، كلهم لم يجدوا الحلول حتى الآن بعد مرور 67 دقيقة. إذا في انتظار تنفيذ الركنية، هذا هو عادل المسكيني، وبالراس مرة جانبية. هذا هو السلاح أبناء العاصمة، هذا هو السلاح أبناء العاصمة. الكرة الثابتة هنا، إبراهيم البحري كعادته ارتقاء أعلى من الجميع، سدد بالراس. هذه ذكرتنا بلقطة الجولة الأولى في محاولة ممكنة الوحيدة للفتح الرباطي في 45 دقيقة الأولى بنفس الطريقة، لكن المغرب التطواني ينام ولكن يستفيق على إيقاع الهجمات العكسية. قد يلدغ مرة ثانية في أي لحظة، قد يلدغ في أي لحظة في لقطة في هجمة عكسية. عبد العظيم خضروف وكذلك زيد كروش وايضا اللاعب بنهنية، لاعبين مهاريين يجيدون استغلال المساحات، وممكن يكون الهدف الثاني في هفوة دفاعية من جانب الفتح الرباطي. عزيز العامري، نعم جمهور تطوان حياك وقدر مجهوداتك في تيفو خلال مباراة وداد فاس. كانت هناك صورة كاريكاتورية في مدرجات ملعب ثانية الرمل، بينما كرة وتسديد لعادل المسكيني. عادل المسكيني يسدد ولكن بعيدة كل البعد عن مرمى الحارس عزيز الكيناني. طبعا قلنا بأن الجمهور حي بشكل كبير، وأيضا شكر المدرب عزيز العامري بتيفو وصورة كاريكاتورية معبرة عرفانا بالجميل وتقديرا لمجهودات هذا المدرب. كانت صورة رائعة جدا بملعب ثانية الرمل، أو كما يلقبه جمهور تطوان لا إيبيكا، والهندسة كانت للإسباني ماركيز دي فاريلا. طبعا تطوان عندها علاقات وعندها طبعا ارتباط كبير جدا مع الليغا الإسبانية، التاريخ يشهد بذلك. في سنوات الخمسينات كان له الشرف أن يلعب الليغا الإسبانية، ولكن في الحاضر عنده علاقات وطيدة جدا مع فرق الأندلس، على الخصوص إشبيليا والريال بيتيس وكذلك نادي مالاغا، دون أن ننسى النادي الذي يحمل نفس الزي هو الأتلتيكو مدريد.
نعم هناك في تطوان معجبون كثيرا بالليغا، مهووسون كثيرا بالقطبين الريال والبارسا، ولكن صدقوني الجمهور هناك ينادي بتطوان تطوان، ولا صوت يعلو على المغرب التطواني هناك في الحمامة البيضاء وفي المدن المجاورة، طبعا في انتظار ابتداء الليغا للموسم المقبل. إذا كرة في التماس، هذا هو لاعب برايم البحري، برايم بوخريس يصعد هو الآخر. حلول غير موجودة تماما بالنسبة للفتح الرباطي. يعني إذا عرف المغرب التطواني أنه يلعب طريقة هجومية، يلعب طريقة جميلة جدا، يميل أكثر للأمام، ولكن لا ننسى أنه حتى دفاعيا ممتاز، تكتيكيا ممتاز، وهذه طبعا واحدة من ميزات المدرب عزيز العامري. هذه كرة أمامية، عبد العظيم خضروف يراوغ بشكل ممتاز، أسمر يسمراني هنا يصنع الهجمة، يحضر لبنهنية وعزيم، ولكن قراءة دفاعية ممتازة بقيادة عبد الفتاح بوخريس، يلعب للكشاني وابراهيم البحري في قيادة الهجوم مرة أخرى، مباشرة لمن عادل المسكيني، يتقدم عادل المسكيني أمامية في منطقة الجزاء، وخروج عزيز الكناني. أساء التقدير عزيز، هنا ممكن كان ضربة راسية تعديل النتيجة عن طريق لاعب برايم البحري. برايم لا زال ساقط على الارض والحكم يمنح الافضليه للمغرب التطواني. عبد العظيم خضروف اقرب اليها، بوخريس يلعب دور هجومي الان، بوخريس يكسب الكره، نعم بوخريس يكسب الكره، وهنا لحظات الترقب، ولكن ايضا السعاده لدى جمهور المغرب اتلتيك تطوان من كل الفئات، وايضا العنصر النسوي حاضر بثقله في المدرجات ليساند المغرب اتلتيك تطوان بالالوان والشعار الاحمر والابيض والازرق، بينما كره جانبيه التنفيذ من عادل فهيم والضربه الراسيه من ابراهيم، لا اقرب اليه اللاعب الاسماعيلي. تعود الان السيطره للفتح الرباطي، ولكن بماذا تفيد السيطره يا جمال السلامي؟ بماذا تفيد السيطره اذا لم تجد الحلول؟ ممكن خلال تمريره في العمق وعزيز الكناني يخرج. خروج في التوقيت المناسب، وجها لوجه ابراهيم البحري، انفرد بالحارس عزيز الكناني، لكن هنا الشجاعه كبيره من عزيز، يصل الكره قبل ابراهيم البحري. اذا اصابه عزيز الكناني في هذه اللحظات ونحن ندخل ال20 دقيقه الاخيره، دائما 1-0 لابناء التطوان. هذه كره والعزيز الكناني خذ القرار الشجاع وخرج في التوقيت المناسب، تايمينغ الخروج كان ناجح جدا بالنسبه لعزيز الكناني. طبعا كنا نتمنى ان نشاهد عن قرب بعض رموز نادي الفتح الرباطي، لانه في العاده عندما يلعب الفتح الرباطي خاصه المباريات المصيريه الا وتجد اللاعبين السابقين خاصة الذين أعطوا الشيء الكثير للفتح الرباطي ولا زالوا حتى الآن، وأيضا لا ننسى مسارهم مع المنتخب المغربي. هنا أخص بالذكر يعني الإنسان الخلوق، الإنسان المثقف، والإنسان الذي أعطى الشيء الكثير ولا زال للفتح الرباطي ولا زال وفي لهذا الفريق وأيضا للمنتخب المغربي، هو حسن أقصبي، دائما حاضر تقريبا في كل مباريات الفتح الرباطي. عندما يلعب الفتح الا وتجد حسن اقصبي واحد من الفعاليات الرياضيه داخل بيت الفتح الرباطي، وحسن اقصبي فعلا من رموز الكره المغربيه، وطبعا لتاريخ فقط لتاريخ سنوات الستينات وتلك المباراه الاكثر يعني إثارة وتشويقا عندما كان يلعب ممثل القارة السمراء الملحق مع منتخب أوروبي، والمباراة التي جمعت المغرب بإسبانيا طبعا في آخر محطات التصفيات الخاصة بمونديال تشيلي طبعا 62. كرة أمامية ناحية اللاعب الكشاني، برايم البحري، برايم لمن يا ابراهيم مرة أخرى فهيم اللاعب البديل أسامة الغريب أمامية الكرة. قلت للفتح الرباطي ليس هذا هو الحل، كرات عالية بهذا الشكل ليس هو الحل بالنسبة
لطريقه لعب الفتح الرباطي، لان كل الكرات العاليه يكسبها الثنائي جود الملحاوي وكذلك حسن بويسكار. هذه كره اماميه احمد جحوح لكن سهله بين احضان الحارس عصام بنتا. يعني الفتح الرباطي يلعب بطريقه مرتجله، او بالاحرى دعوني اقول طريقه كلاسيكيه، اللعب المباشر. يعني عندما يمتلك الكره اي لاعب الا ويفكر في تمريرها بشكل عالي في العمق، وهذه اماميه لكن التغطيه من تراوري الجهه اليمنى. عادل المسكيني يتقدم بهذه الكره مراقب من نصير الميموني. نصير وعادل المسكيني يمر بشكل جميل، يراوغ الاول، يراوغ جحوح، من يجيب عادل المسكيني وابراهيم البحري يخرج من الرقابه، ممكن شادوا تسديده، ممكن يتابعوا تسديده. هذا هو فاهم عرضيه ولكن الهي اعتقدت انه سيسدد مباشره، ولكن رفع كره بحثا عن راس ابراهيم البحري ولكن مرت بعيده. طقوس رائعه جدا في المجمع الرياضي الامير مولي عبد الله، يعني من الصور النادره جدا، لذلك شكرت كثيرا انصار المغرب التطواني اللي اعطونا لوحه جميله جدا في مدرجات المجمع الرياضي الامير مولي عبد الله. كره في وسط الميدان تصل لتراوري، عادل المسكيني عبد الفتاح بوخريس وحط الكره في العمق، مرت عاليه الكاشاني. لاحظوا تمريره عبد الفتاح بوخريس كانت جميله جدا، ولكن دائما الرقابه لصيقه من الثنائي جود الملحاوي وايضا حسن بويسكار. اذا ندخل في الربع الساعه الاخير. اذكر مشاهدينا الكرام الجوله الاخيره، وهذا من النادر حدوثه في الدوري المغربي الممتاز. يعني 26 هدف، نعم 26 هدف في جولة واحدة، وهذا ما افتقدناه خلال 29 الجولة الماضية. يعني الرجاء فاز على الكاك 5-2، 7 أهداف في مباراة واحدة. اسفي مع الجديدة في ديربي عبد دكالة 3-3، 6 أهداف في مباراة كاملة. الحسنية فازت على الماس بهدفين مقابل هدف واحد، نفس النتيجة لنادي أولمبيك خريبكا على حساب نادي مكناسي. والواف بالأمس نعم أمن البقاء في دوري الدرجة الأولى بانتصار مستحق أداء ونتيجة. نعم الأداء كان مقنع بالنسبة للواف والنتيجة كانت عريضة جدا، 3-0. أكيد أغرقت سفينة شباب المسيرة وممثل الأقاليم الصحراوية المغربية الوحيد ليجد نفسه في دوري الدرجة الثانية إلى جانب الاتحاد السموري خميسات. قلت بأن الفريقين عانيا كثيرا ماديا تسييريا ممكن، ولكن أيضا حتى على مستوى التنقلات خاصة بالنسبة للشباب المسيرة. إذا كرة لمصلحة المغرب التطواني أمامية تصل للجهة اليمنى. هذا هو لعب جحوح كرة في العمق، ولكن تغطية ناجحة من طرف اللاعب تراوري. لو وصلت لزيد كروش لكانت فرصة قائمة لتدوين الهدف الثاني. تصل الكرة لعادل المسكيني، أصبح الاعتماد بشكل كبير على الجهة اليمنى وعلى التصرفات اللاعب عادل المسكيني. تراوري يرفع كرة وممكن التعديل، تسديدة ولكن إلى أين يا إبراهيم يا البحري؟ إلى أين؟ كرتك ذهبت إلى باب الحد وليس شباك عزيز الكناني. هنا الاستقبال حصر الكرة بشكل ممتاز، ولكن التسديدة والكرة الماضية ذهبت بعيدا. الحكم على ما يبدو قال بأن هناك ركنية، أحد المدافعين لمس الكرة قبل أن تخرج. هذا هو بنينية فاصل نهاري توجها بهدف والكرة في شباك عصام بدا. إذن بنينية يخرج في هذه اللحظات ويدخل اللاعب المجري يدخل في هذه اللحظات مكان بنينية المصاوي السابق. تنفذ الركنية وعزيز الكناني شجاعة دائما. نشاهد على الصورة الآن المساعد المدرب لعزيز العامري. من هو عبد الواحد، نعم بالحسين. وبالحسين يعني تذوق حلاوة اللقب
والتتويج بالدوري المغربي عندما كان لاعبا للكوديم. اذا تبديل في هذه اللحظات، بن شريفه يدخل مكانه وسام الغريب عنصر الخبره. بماذا سيفيد بن شريفه الفتح الرباطي خلال ما تبقى من دقائق المباراة؟ ممكن بكرة ثابتة نعرف التسديدات القوية لبن شريفة. ذكرنا في أهدافه مع الوداد ومع المغرب التطواني كذلك. لا ننسى بأن بن شريفة كان لاعبا سابقا للمغرب التطواني. كنت أتحدث عن بن حسين، فعلا واحد من الأسماء التي صنعت مجد الكوديم إلى جانب الجوليادور عبد الجليل حد الملقب بكاماتشو. نعم، سنة استثنائية للنادي المكناسي عام 95. أكثر من ذلك نادي المكناسي في أول موسم للصعود حقق لقب الدوري المغربي مع هذه الأسماء، أبرزوا عبد الجليل حتى كاماتشو وكذلك بالحسين والدريدب، وخول للفريق المكناسي المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية البطلة لأول مرة في تاريخه، ووصل للدور ربع النهائي رغم افتقاده للتجربة. إذا بن شريفة كرة أمامية، هذا من الماضي وهذا من ذكريات بن حسين، بينما كرة فتحية في هذه اللحظات وإبراهيم البحري. هذه اللقطة تلخص كل شيء. إبراهيم البحري خارج نطاق الخدمة، إبراهيم البحري خارج النص تماما، لأنه اتيحت له 3 فرص وممكن 4 فرص ولكن لم يركز فيها وبالتالي ضيع على فريقه ممكن العودة في نتيجة المباراة. إذا ضربة مرمى وبدأ العد العكسي للنهاية، لأنه دخلنا ال10 دقائق الأخيرة من عمر هذه المواجهة. عزيز الكناني، عزيز في وسط الميدان، الحكم يمنح كرة لتطوان، يمنح كرة لتطوان في هذه اللحظات. عزيم هذا هو لاعب شبيلو اللي خدا مكان نصير كظهير ايمن، واحمد جحوح ابن مدينه الناظور يسعى لتنفيذ هذه الكره. جحوح يغير تماما للجهه اليسرى، لكن فقط الحارس عصام بدا لا يلام على الهدف الوحيد المسجل حتى الان بقدر ما يلام خط الدفاع وسوء التغطيه. ولكن لا ننسى حتى المهاره كانت علامه فارقه لبنيتيه، حتى المهاره، لانه شاهدنا طريقه المراوغه وطريقه التسديد بقوه وبتركيز عالي مكن التطوانيين من هدف يزن ذهبا. وابراهيم البحري مره اخرى خارج التغطيه. ابراهيم اليوم خارج التغطيه ابراهيم، وممكن اناني في بعض اللحظات يا ابراهيم، لانه كان ممكن التعامل مع هذه الكره وهذه اللقطه بشكل افضل. اماميه يتدخل تراوري في وسط الميدان، سعدان لبن شريفه يلعب في وسط الميدان. بن شريفه عادل المسكيني دائما المهاره، نشيط جدا هذا اللاعب، نشيط جدا. يعني السؤال ما هو ابرز لاعب وانشط لاعب في تشكيل الفتح الرباطي؟ فساقول دون تردد عادل المسكيني، ولكن يد واحده تصفق. عادل وجد نفسه وحيد معزول في الجهه اليمنى. نعم يبدو المجهود كبير، ولكن الكره تلعب بشكل جماعي. اليوم بعض العناصر الرباطيه الفتحيه لم تكن في الموعد، وركزت بشكل اكبر على ابراهيم البحري. هل نقول بدأت الاحتفالات؟ هل نقول مبروك للمغرب التطواني؟ نعم بنسبة كبيرة، لأن الفتح الرباطي ردة فعله كانت محتشمة جدا. كرة في الوسط، عبد الفتاح بوخريس، تعود لحمودة بن شريفة للجهة اليمنى. دائما الاعتماد بشكل كبير على عادل المسكيني. يظهر عادل مرة أخرى بالمهارة، نعم يحضرها للجهة اليسرى. هناك اللاعب فهيم، اللاعب البديل، ممكن التسديد، ممكن يفكر في التسديد، يراوغ يسدد، ممكن تأخر كثيرا. عزيز الكناني يتألق مرة أخرى، عزيز الكناني يتعمق مرة أخرى. هذه الإعادة تراوري سدده الكناني في المكان المناسب. نعم هذه واحدة من الكرات الخطيرة جدا على مرمى المغرب التطواني، وعزيز يجيب بسرعة
بالخبره وكذلك بالارقام القياسيه اللي حققها هذا الموسم. نعم سجلوا عندكم 1135 دقيقه لم يسجل في مرمى ولا هدف، وبالتالي حق ادراجه في الموقع الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصائيات كواحد من افضل 30 حارس على الصعيد العالمي. كره اماميه تصل لتراوري، اذا تبديل اخر حلفيه السعد للدخول رقم 14. بماذا تفيد التبديلات يا شمال السلامي وانت الذي كنت طبعا تتوق لتتويج اخر؟ حققت لقب الدوري المغربي مع الرجاء في سنوات العز بالنسبه للفريق الاخضر عندما تسيد المشهد الكروي المغربي. نعم القاب متتاليه، ولكن لا ننسى بدايه السلامي، ونحن نشاهد دخول الحلفي. بدايه السلامي كانت مع نادي الاولمبيك البيضاوي، واكيد الجمهور العربي يتذكر الاولمبيك البيضاوي، الفريق الازرق، الفريق الذي كان يضم اسماء مميزه، الدغاي، الخلفي، القدميري، نظير، وايضا كان من بينهم جمال السلامي. يعني اسماء فعلا كانت تقدم كرة جميلة جدا. وممكن ونحن نتابع المغرب التطواني هذا الموسم يذكرني بالاولمبيك البيضاوي، لانه كان فريق منسجم، كان فريق يقدم كرة رائعة قبل ان يندمج وينصهر مع الفريق الاخضر. تلك كانت بداية وعودة الرجاء مرة أخرى للواجهة والتتويج بألقاب متتالية، وكان من ضمنهم اللاعب جمال السلامي الذي نال شرف حمل قميص المنتخب المغربي كذلك. ولا ننسى تجربته ومحطته المهمة بنادي بشكتاش التركي، ولا ننسى بأنه أكمل المشوار في الدوري المغربي مع نادي المغرب الرياضي الفاسي. لا ننسى أيضا بأنه المدرب الغير محظوظ فعلا، الحظ لم يكن بجانبه، لأنه كان قريب جدا من التتويج بلقب البطولة الوطنية عندما كان مدربا للدفاع الحسن الجديدي، لكن السرعة النهائية خانته، السرعة النهائية خانته. وطبعا حتى الآن لا ألقاب مع الفتح الرباطي، لا ألقاب مع الفتح الرباطي، عكس طبعا الموسم الماضي والموسمين الماضيين مع الحسين عموته كان لقب كاس العرش ولقب كذلك كاس الاتحاد الافريقي. وطبعا يمكن ان اقول بان طبعا في انتظار ممكن تاكيد، ولكن اعتقد هناك ورقه حمراء في هذه اللحظات. ندام يخرج وتتعقد الامور بالنسبه للفتح الرباطي. نعم تتعقد الامور بالنسبه للفتح الرباطي. طبعا كنت اريد سرد معلومه، وان الحسين عموته مدرب السابق للفتح الرباطي الاسم طبعا الذي توج من الاسماء القليله، وقد يكون الاسم الوحيد الذي توج مع الفتح الرباطي بلقب كاس العرش كمدرب وكذلك كلاعب عام 95. اذا نظام يخرج في هذه اللحظات بالورقه الحمراء 10 ضد 11. يعني لم يفعل الفتح الرباطي ب 11 لاعب، فما بالك ب10 لاعبين. فعلا مهمه الان مستحيله، ميسيون امبوسيبل بالنسبه للفتح الرباطي. وبدات الاحتفالات لانصار سيامبري باروما، الجمهور الحاضر هنا بالمجمع الرياضي الامير بن عبد الله، ولكن لا ننسى الملايين. نعم هم ملايين بمنطقة الشمال، الآلاف بمدينة تطوان والفنيدق ومارتين والناظور والحسيمة وبليدركول وكذلك السبتة ومريليا. نعم المدينتين المغربيتين بالدم والرجال وبالمعالم المتواجدة بهذين المدينتين. أكيد هناك جماهير تطوانية طبعا مقيمة في سبتة وماليليا، أكيد يتابعون لحظة بلحظة هذه طبعا الدقائق التاريخية بالنسبة للمغرب التطواني. تفصله تقريبا 5 دقائق على التتويج بأول لقب في مساره. كرة في وسط الميدان، إذا 10 ضد 11 في آخر دقائق هذه المواجهة. كرة أمامية تصل لعزيز الكيناني. على المستوى التكتيكي وعلى مستوى حضور اللاعبين وعلى مستوى قراءة المدربين، هذه المباراة هي نسخة طبق الأصل
لنهائي كأس العرش الذي جمع بين فريقي المغرب الفاسي وكذلك النادي المكناسي، وكأنني أشاهد يعني نسخة كربونية لتلك المباراة. فعلا كانت مباراة تكتيكية، المحاولات كانت فيها قليلة، ومن ركز ومن استثمر المحاولات هو الذي فاز. الماس فاز بكأس العرش، والمغرب التطواني اليوم يفوز بلقب البطولة الوطنية في نسختها الاحترافية الأولى. هذا لتقريب الصورة فقط، إنه فعلا كان متوقع بأننا لن نتابع مباراة بفنيات عالية. غلب الجانب التكتيكي على هذه المواجهة، ومن استغل الجزئيات الدقيقة في هذه المباراة هو اللي فاز. إذن كرة في التماس، دقيقتين تفصل عن نهاية الوقت الأصلي. كرة في الجهة اليسرى، الإسماعيلي، تمريرات قصيرة، التيكي تاكا تطوانية، ومشروع الثاني ممكن، مشروع الثاني، والكرة إلى الركنية، كرة إلى الركنية. كان ممكن أن تأتي رصاصة الرحمة في هذه اللحظات. هذه التمريرة في العمق بعد يعني اللعبة جماعية رائعة جدا على مستوى وسط الميدان. عادل المسكيني العنصر النشيط تقريبا الذي شاهدته في تشكيل نادي الفتح الرباطي. كرة في وسط الميدان مرة أخرى، زيد كروش مع جحوح، المتابعة في الجهة اليمنى، عزيم وتدخل بوخريس بمساندة من اللاعب فهيم لاعب اتحاد الخميسات سابقا ولاعب نادي اولمبيك خريبكا. كرة ناحية اللاعب بدر الكشاني او سعدان يراوغ. اين هي الحلول يا سعدان؟ يتردد ويتأخر في التمرير، تصل الكرة لفائدة الفتح الرباطي. عادل المسكيني يظهر من جديد، تكتيك عالي جدا، تمركز عالي جدا للاعبي المغرب التطواني. غياب الطرق وغياب الحلول والمنفذ بالنسبه لفتح الرباطي، والتصديد يا ابراهيم، غير معقول يا ابراهيم، ضيعت العديد من الكرات، ولعل هذه الابرز شاهد حصر الكره ثم سددها بنفس الطريقه. اتذكر له هدف في مرمى المغرب الفاسي عندما انتهت المباراه بين الفتح والماس 1-1 بالمركب الدولي في مدينه فاس. بنفس الطريقه حصر الكره بالصدر ثم سددها مباشره، ولكن هذه المره غاب التركيز، وهذا دليل واضح على ان ابراهيم البحري خارج النص اليوم، تركيزه غائب تماما. كره اماميه، دائما عادل المسكيني يصنع الفارق في الجهه اليمنى. كره عرضيه وعزيز الكناني بالفعل عزيز 5 دقائق كوقت بدل ضائع، 5 دقائق وسيصدر الستار عن الدوري المغربي موسم 2011-2012. بالامس توج فريق المغرب الفاسي بلقب الكاس العرش، واليوم المغرب التطواني يحظى بشرف رفع درع الدوري المغربي في نسخته الاحترافيه الاولى. كره في وسط الميدان، هذا هو بوخريس، على الاقل انقاذ ماء الوجه، على الاقل التعادل، هذا ما يتمناه جمال السلام وجمهور الفتح الرباطي. كره في الجهه اليمنى، ولكن الحكم يمنح الافضليه للفتح. إذن الحكم يمنح الأفضلية للفتح الرباطي، ونحن نعيش الوقت بدل الضائع. هل يفعل الفتح الرباطي في الوقت بدل الضائع؟ ولا ننسى بأنه يلعب ب10 عناصر فقط. بوشعيب الحراش يطلب من اللاعبين إعطاء الأمتار القانونية. عبد العظيم خضروف وزيد وجحوح يشكلون الجدار. إذا بوخريس وحمودة بن شريفة، نعرف اختصاص حمودة. بوخريس يسدد بوخريس، ولكن بعيد يا بوخريس. غريب جدا أمر لاعبي الفتح الرباطي اليوم، غياب التركيز بدرجة كبيرة. ممكن فعلا عنصر الديني، الجانب الديني عامل مؤثر في هذه المباراة.
ذهنيا المغرب التطواني كانوا اكثر حضور، بدنيا ايضا كانوا اكثر حضور، تكتيكيا تمركز ممتاز جدا. عرف عن المغرب التطواني ميولات الهجوميه، ولكن اليوم للضروره احكام، عرف كيف يدافع عن مرماه وعرف كيف يستثمر الهجومات العكسيه القليله. هذه ابرز المعطيات، ابرز القراءات ممكن مع طريقه لعب عزيز العامري في هذه المواجهه. جبيلو ينفذ التماس، عادل المسكيني متواجد في كل مكان وزمان وفي اللحظات المؤثرة جدا. الفتح الرباطي لعب دورا كبيرا خاصة في الجهة اليمنى، ولكن غياب متمم للعمليات، وبالأحرى غياب لاعب يركز بشكل أفضل. برايم البحري وصلته تقريبا 5 كرات لم يستثمرها. تصل لعبد الفتاح بوخريس في الجهة اليسرى، هذه كرة عرضية بنفس الطريقة الكلاسيكية للفتح الرباطي ولكن دون جدوى، تصل للجهة اليسرى. هناك اللاعب الاسماعيلي والحكم يقول خطأ، الحكم يقول خطأ، وبوشعيب الحرش هنا يوقف اللاعب. سيكون هناك انذار فعلا للاعب فهيم، والتبديل من اجل التبديل، تبديل لاستهلاك الوقت المتبقي. الروبيز يستعد للدخول، الروبيز مكان زيد كروش. تذكرني يا زيد بمباراة الرجاء، بمباراة مركب محمد الخامس، بهدفك الرائع في ليلة القبض على الصدارة بعد تواصل طبعا تزعم الدوري المغربي إلى النهاية، والنهاية السعيدة هنا بالمجمع الرياضي الأمير مولى عبد الله بالنسبة للتطوانيين وبالنسبة لكل من تعاطف مع أداء المغرب التطواني. أعرف بأنهم كثر في المغرب، نعم في الشمال على الخصوص، ولكن أيضا أبناء الجالية المغربية المتواجدة بالديار الأوروبية. هناك أيضا عشاق للمغرب التطواني يتفاعلون مع هذا الفريق في كل أسبوع، في كل مباراة، في كل لحظة، نعم، وأكيد قلوبهم تخفق بفرحة كبيرة بهذا التتويج التاريخي لنادي المغرب التطواني على بعد دقيقة، نعم دقيقة تفصل المغرب التطواني عن الصعود إلى البوديوم. وعلامات الحسرة نعم لجمال السلامي، هذا لا ينقص من قيمتك كمدرب، نعم واحد من المدربين الشباب الذي يفتخر به الجمهور الرباطي والجمهور المغربي، نعم اسم خلوق، عرفناه كلاعب متميز وايضا كمدرب متميز، قليل الكلام ولكنه كثير الفعل، يعمل في صمت، واتصور بانه قدم لنا فريقا تنافسيا، فريق فعلا قدم مباريات كبيره. ولا ننسى رسميا الفتح الرباطي سيمثل الكره المغربيه في دوري ابطال افريقيا الى جانب المغرب التطواني، واتصور بان الفتح الرباطي عنده كل مقومات لان يتالق على مستوى القاري في مسابقه الكبار، في مسابقه الابطال الشامبيونز ليج. هي لحظات مؤثره، هي لحظات مؤثره. تطوان قريبه من اللقب، وتطوان في هذه اللحظات قريبه من الثاني، قريبه من الكاو. هنا لحظه الابداع بمراوغات، وبوشعيب الحرش يمنح الركنيه. المباراه لم تنتهي بعد، ولكن الجمهور عينه على الحكم، الجمهور عينه على الحكم لتنطلق الفرحه هنا للالاف الحاضرين. نعم تنقلوا بالالاف من تطوان الى الرباط. هي مسيره شعبيه من اجل تشجيع المغرب التطواني في هذه الليله التاريخيه، في هذه الليله التاريخيه. موعد التتويج بالنسبه للمغرب التطواني بدرع البطوله الوطنيه. فرحه كل الفعاليات، الرئيس ومدرب الفريق وكذلك الجمهور. يا سلام يا سلام، روحة جميلة جدا يرسمها جمهور المغرب التطواني في المدرجات. وحي أن نقول أو تنطبق عليهم مقولة الفنان عبد الصادق شقارة: حي رسم الأحباب، حي رسم الأحباب. رسم جميل جدا في المدرجات، وأيضا لوحة جميلة قدمها المغرب التطواني على مدار الموسم. نقول مبروك مبروك ألف مبروك مليون مبروك للمغرب التطواني بلقب الدوري المغربي. يستحق هذا اللقب. وبالمقابل نقول للفتح الرباطي حد أوفر في المناسبات القادمة. وشكرا لكل لاعبي الفتح الرباطي وكل فعاليات الفتح الرباطي التي نشطت البطولة الوطنية. طبعا موعد تكسير قاعدة الكبار، الجيش والوداد والرجاء، واليوم هو موعد المغرب التطواني الذي يدخل التاريخ من أوسع الأبواب بأول لقب، بأول درع البطولة الوطنية
في نسخته الاحترافية. لا أدري هل نعود للاستوديو على أمل العودة طبعا التعليق على مراسم التتويج الخاصة بنادي المغرب التطواني في ليلة للذكرى، في ليلة للتاريخ. أكيد ستبقى في أذهان راسخة في أذهان جمهور المغرب التطواني. التطواني والتتويج لهذا المجهود الشاق والكبير. طبعا مجهودات تضافرت بالنسبه لكل الفعاليات الخاصه بنادي المغرب التطواني، وتحدث عن الظروف الملائمه والمواتيه التي طبعا يشتغل فيها طبعا فريق المغرب التطواني وكذلك الفتح الرباطي. اذا تحدثنا عن الاحتراف طبعا لدينا نموذجين فعلا للاحتراف الذي نتمناه لا على مستوى التسيير ولا على مستوى طبعا التركيبه البشريه وكذلك البنيات التحتية، رغم مطالبات كبيرة جدا من الفعاليات التطوانية هناك بملعب جديد يليق بسمعة المغرب الرياضي أو مغرب أتلتيك تطوان في المرحلة المقبلة. هناك مجهودات كيفما كان الحال بالنسبة لمسؤولي المغرب التطواني من أجل إقناع السلطات المحلية لبناء ملعب جديد يليق بسمعة هذا الفريق. المغرب التطواني الآن بلغة الألقاب أصبح من الكبار، ممنوع التراجع إلى الوراء. لا ننسى بأن المغرب التطواني سيمثل المغرب الموسم المقبل على مستوى دوري أبطال إفريقيا. ممكن الجمهور والمتابع على الصعيد الإفريقي والعربي يعرف الرجاء البيضاوي والوداد والجيش، ولكن اختلفت المعطيات، اختلفت الصورة تماما. الآن أصبحنا نشاهد المغرب الفاسي، المغرب التطواني، الفتح الرباطي، كل هذه الأسماء أصبح عندها حضور على المستوى الإفريقي. أضيف كذلك فريق النادي المكناسي هو الآخر الذي يدخل تجربة إفريقية أمام فريق الملعب المالي. كل الفعاليات إذا تحتفي اللاعبين رئيس وكذلك لا ننسى الاسم يصنع الحدث هو الآخر، والاسم الذي يشتغل في الخفاء وكان قريب جدا من اللاعبين هو بالحسين الذي تحدثت عنه في تعليقي على المباراة اليوم وعن الدور الكبير الذي قام به طبعا الانسجام الكبير والتفاهم الكبير الذي طبعا شاهدناه بين عزيز العمري وكذلك بالحسين اللاعب السابق لفريق النادي المكناسي، وسبق له كما قلت أن توج باللقب كلاعب وهو الآن يتوج كمدرب مساعد، ولكن يبقى مهندس نجاحات وكذلك قائد سفينة المغرب التطواني. أمامنا على الصورة عزيز العامري، نعم مرة من تجارب ممكن معظمها كان بلغة الإخفاق، ولكن اليوم يؤكد فعلا بأنه واحد من الأطر الكفء على الصعيد الوطني وكذلك القاري. فقط طبعا عزيز العامري المعلومه وقلتها بانه ابن مدينه سيدي قاسم، وهذا الموسم طبعا في مواكبتنا لمباريات الدوري المغربي الممتاز شاهدنا العديد من الاطر فعلا التي تنتمي لهذه المدينه. عزيز العامري نعم ابن مدينه سيدي قاسم، رشيد الطوسي صانع نجاحات المغرب الرياضي الفاسي وابن مدينه سيدي قاسم، حسن الركراكي المدرب السابق لشباب الريف الحسيمي والحالي لنادي اتحاد طنجة هو الآخر ابن مدينة سيدي قاسم. لحظة الآن للشكر والتقدير والاعتراف بالمجهودات التي قام بها الفريق الفتح الرباطي هذا الموسم. طبعا هنا الحضور لوزير الشباب والرياضة محمد أوصين وكل طبعا الأعضاء الجهاز الجامعي. بالمناسبة ستكون هناك جلسة لتقييم الموسم الاحترافي في نسخته الأولى للوقوف عند النقاط الإيجابية وكذلك النقاط السلبية وتدارك بعض الأمور على أمل أن نشاهد بطولة احترافية تليق بسمعة الكرة المغربية. هنا لحظة تسليم درع وصيف البطل، نتحدث عن المكافآت. طبعا وصيف البطل ينال تقريبا 200,000 دولار أو ما يزيد عن ذلك بقليل، في حين حامل اللقب
البطولة الوطنية طبعا نصيبه 300,000 دولار. هذه المكافآت المخصصة للفريق الفائز وللفريق الوصيف، ولكن لا ننسى بأن الثمانية الأوائل في ترتيب الدوري المغربي لديهم أيضا نصيب من المنحة، منحة أو مكافأة من طرف الجهاز الجامعي لكرة القدم. الفتح الرباطي ظهر بصورة نعم جميلة. ما يميز هذا الفريق هذه اللحمة وهذا الانسجام بين اللاعبين وكذلك المدرب وأيضا القيادة التقنية لحسن مومن وكذلك المسيري النادي. وقلت أن عيب هذا الفريق صراحة، عيب هذا الفريق هو الحضور الجماهيري المحتشم في المدرجات، لأنه لمن تابع الدوري المغربي طيلة 29 جولة و30 جولة طبعا كان يشاهد مدرجات شبه فارغة. مجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله كان ملعبا مهجورا تماما، وهذا الدور بالنسبة للمسؤولين هناك في فتح الرباطي لإيجاد الحلول وبالتالي جلب الجمهور. هناك العديد من الحلول بإمكانها جلب الجمهور أو بالأحرى المصالحة، وأسطر على كلمة المصالحة مع الجمهور الفتح الرباطي ليحج بكثرة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وشاهدوا هذه الصورة الرائعة جدا، هنا يرسمها جمهور مغرب أتلتيك تطوان، سيامبري باروما ولوس ماتادوريس هنا يتحدوا ليعطونا صورة فعلا غاية في الروعة. وقلت يعني حق أن نقول عليهم ذلك طبعا الموال للفنان وعندليب تطوان عبد الصادق شقارة، حي رسم الأحباب. نعم رسم جميل هنا من طبعا إبداعات الجمهور وكذلك إبداعات اللاعبين الذين قدموا موسما أكثر من رائع. وهنا الشاشية طبعا مدار الاحتفالات والبطولة الجبلية، وعندما نقول طبعا بطولة جبلية لازم الزي الجبلي أن يسود في المدرجات وكذلك في رقعة الميدان. هذه الشاشية طريقة للاحتفال على الطريقة الجبلية الأندلسية، نعم رمز من رموز طبعا الزي الجبلي. إذن لحظة تتويج فريق المغرب التطواني، هذا هو الحاج عبد الملك أبرون رئيس النادي، ولكن لا ننسى أيضا دور الابن أيضا على مستوى إدارة الفريق. طبعا يصدر الستار في هذه اللحظات على الدوري المغربي في لحظة تاريخية، في صور للذكرى ستبقى خالدة في أذهان المغرب أتلتيك تطوان وجمهور مغرب أتلتيك تطوان. سجلوا عندكم يوم 28 من مايو 2005 كان يوم الصعود بشكل رسمي للدرجة الأولى، واليوم 28 من عام 2011 موعد رفع درع الدوري المغربي في النسخة الاحترافية. هنا لحظة تقدير والعرفان طبعا كل فعاليات المغرب أتلتيك تطوان من طرف وزير الشباب والرياضة طبعا المناصفي عزيز الكناني الذي دخل التاريخ برقمه القياسي، أحمد جحوح ابن مدينة الناظور، عبد الكريم بن هلية الذي أتحفنا بأهداف غاية في الروعة. أتذكر له هدف ضد الجيش الملكي، هدف فعلا رائع ضد نادي أولمبيك أسفي، واليوم يؤكدها بأنه فعلا علامة فارقة في الخط الأمامي للمغرب التطواني. زيد كروش نعم الذي كان له الفضل في طبعا الانقضاض على الصدارة عندما فازوا على الرجاء البيضاوي بمركب محمد الخامس بهدفين مقابل لا شيء. طبعا نذكر مشاهدينا الكرام انه بالامس تاكد رسميا نزول فريق الشباب المسيره لدوري الدرجه الثانيه مرافقا بذلك للاتحاد الزموري الخميسات، ولكن لا ننسى ايضا معاناه العديد من الانديه. صحيح هي اجواء احتفاليه، ولكن لا باس ان اعرج على بعض الانديه التي عانت كثيرا، اتحاد الخميسات والمسيره بدرجه اكبر، ولكن حسنيه اكادير واولمبيك اسفي واولمبيك خريبكه حقيقه تقال. طبعا شاهدنا بعض الصور والمعطيات التي لا تمس بالاحتراف بصلة. إذا تحدثنا عن التسيير الاحترافي لبعض الأندية والمثال الفتح الرباطي والمغرب التطواني، فهناك أندية أخرى راحت ضحية التسيير الهاوي. فعلا
بعض الأندية راحت ضحية التسيير الهوي، والأمثلة عديدة لا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكن الأمثلة عديدة. فرق تعذبت كثيرا بسبب التسيير الهاوي، لا على مستوى التعاقدات للاعبين، ولا على مستوى الارتجال في التسيير، ولا على مستوى طبعا كثرة تعاقب المدربين. إذا لحظة احتفال لاعبي المغرب التطواني باللقب، والكل ينتظر لحظة رفع درع الدوري المغربي. هذا هو الدرع، وهذه طبعا المكافأة المخصصة للمغرب التطواني 300 أو أكثر 300 ألف دولار هي مكافأة المغرب التطواني. ولكن الأهم هذا الدرع، لأنه فعلا رمز تتويج المغرب التطواني بلقب البطولة المغربية. وهذه اللحظة التي ينتظرها الجمهور التطواني الحاضر بالالاف هنا بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، ولكن لا ننسى انهم بالملايين بمنطقة الشمال، وكل من تفاعل مع اداء المغرب التطواني من طنجة العالية للكويرة العزيزة. هنا يصدر الستار على درع الدوري المغربي ولقب الدوري المغربي. نعم، دوري مغربي موسم 2011-2012 بتتويج ابناء الحمامة البيضاء بلقب الدوري المغربي. ونقول حظ اوفر لنادي الفتح الرباطي في المواعيد القادمة، وايضا نتمنى التوفيق لاتحاد الخميسات وكذلك فريق شباب المسيرة على امل العودة بسرعة للدرجة الاولى. اذا بهذه الصورة الرائعة وباحتفالات المغرب التطواني باللقب اودعكم على امل اللقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله. الى اللقاء.